السلام عليكم. في 2010 الولاية الأمنية ديال القنيطرة عرفت واحد المسلسل ديال عمليات القتل المتوالية اللي وصلت ل3 ديال القتلى. والغريب والعجيب في هذه القصة هو أن هاد الضحايا والقتلى كانوا كلهم نساء معلمات، أي أن القاتل كان كيستهدف فقط المعلمات. وهاد الجرائم كانت كلها في شهر أكتوبر ديال 2010. وهاد الجرائم وقعت في مدينة القنيطرة، وبالضبط في سيدي يحيى وسيدي سليمان وبالقصيري وسيدي قاسم، 3 ديال المناطق من مدينة القنيطرة. وفي كل مرة كان اختيار الضحية من نساء المعلمات. هنا من طبيعي ولات واحد الهالة ديال الخوف والهلع في صفوف المعلمات على الخصوص، لأنهم عرفوا راسهم مستهدفات وكتات الهضرة، والناس ولات كتهضر على هذا الموضوع بزاف. وكثر من هادشي كاين اللي بدا كيزيد شي حوايج من الخيال ديالو، وهادشي اثر على الساكنه والمواطنين ديال مدينه القنيطره. واحد النهار واحد المعلمه ما جاتش للمدرسه اللي كتقري فيها. هاد المعلمه كان في عمرها 25 عام وكاريه في واحد الحي شعبي غير بوحدها. المهم ما جاتش هذاك النهار، عيطوا ليها صحاباتها في التليفون ما كتجاوبش. الغد ليه نفس الشيء، ما جاتش للمدرسه. عاودوا عيطوا ليها صحاباتها، تليفونها طافي. هنا شي معلمات صحاباتها قالوا غادي نمشيو عندها في كتسكن. بالفعل مشاو، لما وصلوا كيدقوا عليها حتى واحد ما كيرد عليهم. هو يجي واحد السيد اللي هو كاري ليها، قال لهم انا ما شفتهاش يومين دابا، وراه اخر مره شفتها راه كانت جات عندها واحد السيده، جات هي وياها ودخلوا. هنا قالوا شنو غنديروا، غنعيطوا للبوليس. جاو البوليس، وبعد إذن من نائب وكيل الملك فتح الباب، حلوا الباب ودخلوا. كيلقاو السيدة مقتولة في فراشها، مضروبة عدة طعنات في جميع أنحاء الجسم ديالها، وحتى من الراس ديالها مضروب، أي أنها خدات ما يكفي من الطعنات باش تموت. هنا البوليس عيطوا على مول الدار، اللي عاود أكد للبوليس بأنه آخر مرة شافها هو يومين، وشافها مع ديك 6 ديال العشية. وزاد قال البوليس بأنه كانت معها واحد المرأة، وراه دخلوا بجوج للدار. صحابات السيدة اللي مقتولة حتى هما كيقولوا للبوليس بأنه يومين ما شافوهاش، وآخر مرة شافوها كانت واقفة مع واحد المرأة عند باب المدرسة. وقالوا باللي هذيك المرأة كانت كتطلب فيها تعاونها، يعني هما سمعوها كتقول ليها راه راجلي جرى عليا من الدار وضربني، وما عنديش عائلتي هنا في القنيطرة، وبغيت نبات عندك الله يرحم لك الوالدين غير حتى الصباح ونشوف شنو ندير. وقالوا من تما بداتها معاها ومشات، وهذيك هي اخر مره شفناها فيها. هنا البوليس عاودوا عيطوا لهذاك مول الدار اللي كاري عنده المعلمه المقتوله، وقارنوا الاوصاف ديال المراه اللي جات مع المعلمه اللي عطاهم السيد. عيطوا لي باش يعطيهم الاوصاف ديال السيد اللي جات مع المعلمه، وقارنوها مع الاوصاف اللي عطاو هذوك المعلمات صحاب هذيك المعلمه المقتوله. كيلقاو نفس المواصفات، مرا قصيره ورقيقه ولابسه جلابه زرقاء ودايره زيف كحل. المعاينات اللي داروا البوليس تبين ليهم من خلالها بان السيده ماتت وهي ناعسه، اي اللي قتلها خلاها حتى نعسات، لانهم ما لقاوش شي اثار ديال المقاومه. والغريب هو انهم ما لقاوش ما يدل على انه كاينه سرقه، لانهم لقاو البسطام فيه الفلوس محطوط حدا القتيله، ولقاو فيه تقريبا شي 16,000 ريال. هنا البوليس تاكدوا بان القتل ما كانش بدافع السرقه، ولكن كان بدافع القتل فقط. واخا نخليو هاد الجريمه ونمشيو للجريمه الثانيه اللي وقعات بعد الجريمه الاولى ب4 ايام. هاد الجريمه كانت حتى هي معلمه، واحد المعلمه بسيدي قاسم، حتى هي ساكنه بوحدها تقريبا، في عمرها 28 عام. لقاو مقتوله بنفس الطريقه، مضروبه عده طعنات في الصدر ديالها، وحتى هي تقتلات وهي ناعسه في فراشها. هنا زادت حاله الخوف والرعب، وخاصه المعلمات. دازت تقريبا مده اسبوع كيلقاو الجريمه الثالثه اللي حتى هي واحد المعلمه كتسكن في سيدي يحيى تقتلات وفق سيناريو اللي تقتلت به المعلمات الاخرين. هنا مني كيتكرر نفس الجريمه، وخاصه جريمه القتل في نفس المدينه، كيتفتح واحد المجال خصب ديال القيل والقال
كل واحد كيبقى يأول من عنده، الناس كتبدا تزيد فيه وكتطلق شي اشاعات ما كايناش، وهذا الشيء هو اللي كيزيد يخلق واحد النوع كبير من الخوف والرعب، وما كيطمئن المواطنين وساكنة المدينة حتى كيطلق القبض على المجرم. هنا الوالي ديال ولاية أمن القنيطرة استنفر جميع الوسائل البشرية والمادية اللي عنده وجميع المصالح الأمنية، وكتفوا الجهود باش يعثروا على هذه المجرمة اللي عرفوها مجرمة ماشي مجرم من خلال هذه الطريقة اللي كتقتل بها، ومن خلال الشهود اللي كانوا كيقولوا للبوليس بأنهم آخر مرة شافوا الضحايا شافوها وهي معها مرة. كيف قلنا والي الأمن قرر واحد الخطة ونصبوا واحد الفخ اللي غيطيح هاد المجرمة. بعد ما عقدوا واحد الاجتماع في العمالة ديال القنيطرة اللي ترأسها والي الجهة هذيك الساعة، وكان فيه والي الأمن ومندوب وزارة التربية الوطنية والتعليم ورؤساء مصالح إقليمية معنية حتى هي بالموضوع. هذا الاجتماع عرف واحد النوع من الحزم والجدية. اقترح والي الأمن واحد الخطة في هذا الاجتماع، هو أنهم يزرعوا واحد العدد كبير من المفتشات الشرطة في عدد من المدارس اللي يمكن تكون هدف. وهنا وافقوا على هذه الخطة، وبالفعل داروا مفتشات في جميع المدارس ديال المدينة، واختاروا هذه المفتشات وفق واحد المعايير خاصة ديال أنهم لابد يكونوا مفتشات قصار شوية ورقاقات. علاش؟ لأن هادوك المعلمات اللي تقتلوا كانوا كلهم قصارات ورقيقات، ورجحوا أن المجرمة تقدر تكون كتستهدف هذا النوع من المعلمات. دونك هاد المفتشات لعبوا واحد الدور ديال المعلمات في المدارس، ودازت جوج ديال الأسابيع على هاد الخطة، ولكن ما كاين حتى شي نتيجة. ولكن في واحد العشية واحد المفتشة غادية خارجة من المدرسة وهازة الحقيبة ديالها في يدها، كتفاجئها واحد المرأة لابسة شي حوايج كيبينوا بأنها ما فحالهاش، وطلبات منها تعاونها وقالت ليها باللي راجلها جرى عليها. دونك قالت نفس داك الشيء اللي سمعوها هادوك المعلمات، كتقول هذيك القتيلة الأولى كتقول لها بأنني جرى عليا راجلي وضربني وما عنديش فين نبات وما عنديش عائلتي هنا في القنيطرة. هنا وبالتنسيق مع الفريق ديال البوليس قالوا البوليس لهذيك المفتشة ما تسرعيش خذيها معك. بالفعل ديك المفتشة قالت لها مرحبا بك، ولكن قبل يلا معايا للمارشي نجيبوا شي تقضيه. علاش؟ قالت لي نمشيو للمارشي نجيبوا شي تقضيه، راهي تما البوليس الاخرين يوجدوا شي سكن او شي دار اللي غينفذوا فيها الايقاف ديال هاد السيده هذا. بالفعل ديك المفتشه داتها معاها المارشي، تقداو وجاو دخلوا للدار اللي طبيعه الحال كانوا فيها البوليس في واحد البيت. هنا المفتشه قالت لهذيك المراه انا صراحه ما فيا لي ياكل وراني عيانه وغدا خدامه مع الصباح غنمشي الناس، وانتي الا بغيتي تتعشي سيري طيبي راه الكوزينه. هنا هذيك المراه حتى هي طالبه عليها، قالت ليها حتى انا ما فياش الجوع وباغا غير الناس. قالت ليها المفتشه واخا تعالي نعسي في هذا البيت. المهم المفتشه خلات هذيك المراه في فراشها، دخلتها لواحد البيت وقالت لها انت نعسي هنا، فرشت ليها. وشنو غادا دير المفتشه؟ جات لبلاصتها وحطات المساند وشي حوايج وغطاتهم بالمانطه وكانها ناعسه، وقطعات الضوء ديال الدار ومشات دخلات عند البوليس في هذاك البيت الاخر، وبقاو كيتسناو. دازت تقريبا شي ساعه كيبان لهم السيده خرجات من البيت وهازه واحد البيل صغير وجات كتسلت بشويه ووصلت حدا الفراش ديال المفتشه وبدات كتضرب وما يخرجوا عندها البوليس. قالوا لها على سلامتك، داروا لها المينوط. ولكن كاينه واحد المفاجاه، هي انه بعد ما اتصلوا بالفريق ديال البوليس اللي متربص في الشارع اللي كان معاهم الوالي بنفسه، اللي قال لهم حلوا الشرجم وعطيو اشاره بهذاك البيل. بالفعل هزات هذيك المفتشه هذاك البيل وخرجت يدها من الشرجم وعطات اشاره بالبيل، وهي تجي واحد السياره كات بواحد السرعه، سياره كات كحله، نزل منها واحد الشاب في عمره تقريبا 32 عام وبدا غادي طالع مع الدروج ديال الموبل حتى وصل عند الباب ديال الشقه وحلوا عليه البوليس الدار وداروا ليه المينوط وداوهم الكوميساريه. طبيعه الحال البوليس ما محتاجينش الاعترافات ديالهم، ولكن السؤال
كان هو علاش كتقتلو وعلاش بالضبط المعلمات. هذيك المرأة كتقول بأن هاد السيد كيعطيني 5000 درهم مقابل أي معلمة قتلناها، وهو كيقول أنا كنكره المعلمات، وقال للبوليس بأنه كان كيعرف شي معلمة وكان حتى قرب يتزوج بها ومشى تزوجات واحد آخر. وبطبيعة الحال بقى حاقد، وبما أنه هو ولد عائلة كبيرة وعنده إمكانيات أنه ينتقم من راسه، حط راسه في هذا الموقف ومشى بالمؤبد هو وهذيك السيدة اللي كانت كتقتل.